صباح الفل. هنعمل مع بعض النهاردة طبق جمبري مشوي بالزبدة والثوم مع صوص الثوم المشوي في الفرن. يجنن يا جماعة. يعني لو عملتوه في أي عزومة أنا واثقة إن هو هيشرفكم. بداية هعمل تتبيلة الجمبري في العادي ما بيحتاجش تتبيل كتير، بس أنا عشان كنت عاملة أطباق كتيرة جنب طبق الجمبري فيها أسماك، فقلت هعمل تتبيلة كلها مرة واحدة. حطيت توم، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، وزيها معلقة صغيرة من الكزبرة، وحطيت كمان بقدونس مجفف. تقدروا تحطوا بقدونس فريش في الاخر، يعني بعد ما بتخلصوا الدق. وكمان بحط قرن فلفل زي ما تحبوا، ممكن تحطوا عادي فلفل عادي او فلفل حامي، وبعصر عليها ليمونة كبيرة. وبس كده الخلطة بتكون جهزت. ببدأ أجيب الجمبري اللي أنا مجهزاه من قبل كده، ببقى شايلة منه الراس والقشر، طبعا دول بستخدمهم في حاجات تانية في الأطباق التانية اللي أنا عملتها. مش برميهم يعني. وبفتحه من الظهر كويس وبشيل السلسلة بتاعة الظهر، بس بسيب آخر جزء فيه، بيبقى شكله حلو وفي نفس الوقت بيبقى سهل كمان في الأكل. وببدأ أوزع عليه التتبيلة اللي أنا عملتها، أوزع عليه كويس. وبعد كده بضيف تقريبا 3 معالق كبار من زيت الزيتون او اي زيت انتوا حابينه، وكمان عصرة ليمونة، نص ليمونة. وببدأ اني انا بايديا بقى يعني اتبل الجمبري كويس جدا بالتتبيلة اللي احنا عملناها والزيت والليمون، وبسيبها في التتبيلة دي شوية، يعني ربع ساعة تقريبا. مش بزود على كده لان لحم الجمبري بيبقى حساس شوية. وبسيبه على جنب، وببدأ أعمل في الصوص الجانبي اللي أنا هعمله. بحط راس توم كبيرة أو راسين على حسب ما انتوا بتحبوا، وعليها رشة ملح صغيرة ورشة زيت زيتون أو زيت عادي. وبحطها في الفرن على درجة حرارة عالية لحد ما بيستوي ويبقى دايب. وبحط في الهون أو في الكبة فلفل احمر حامي. يعني هي حلاوة الصوص انه بيبقى حامي، بس طبعا لو في اطفال هياكلوا ممكن تعملوا فلفل حامي مع فلفل احمر. وبحط عليه الثوم اللي انا شويته في الفرن، وكمان زيت زيتون او زيت عادي. وبس كده التتبيلة بتبقى خلصت. ببدأ انقلها في الطبق الجانبي اللي انا هقدمه مع الجمبري، وبسيبها على جنب. وفي الاخر بديها رشة من البقدونس المجفف او البقدونس الطازة، طبعا اللي موجود بيبقى احلى. بعد كده بحط جريل او طاسة على النار، بسيبها تسخن كويس، بحط فيها زيت، وببدأ ارص الجمبري والنار سخنة. الجمبري مش بياخد اي وقت على النار. قبل ما بقلبه على الجهة التانية بحط معلقة كبيرة من الزبدة في الطاسة. وبعد كده اول ما بياخد لون بقلبه كويس. مش بسيبه وقت كبير على النار. اول ما بياخد تشميعة او بحس ان هو استوى من الناحية التانية، ببدأ اني انا انقله في الطبق بتاع التقديم، وهحط معاه الصوص. وبس كده بيبقى جميل. انا كنت عاملة جنبه رز وشوربة جمبري وسنجاري في الفرن. يا رب الطبق النهاردة يكون عجبكم. تقدروا تعملوه لوحده او لو عندكم عزومة سي فود، بيبقى جميل جدا وبيبقى طعمه حلو، وكمان مش بياخد وقت كتير في العمايل. والصوص تقدروا تعملوه مع اي طبق اسماك، وبألف هنا وشفا.